تخيل كده، مدينة عظيمة متقدمة أكتر من أي حاجة إحنا نعرفها دلوقتي. سكانها كانوا عباقرة في الهندسة والعمارة والعلوم، مدينة بتلمع بالذهب. الشوارع مليانة كنوز، والتكنولوجيا فيها متقدمة لدرجة تخليك تحس إنهم كانوا عايشين في المستقبل. لكن فجأة كل ده اختفى. مدينة كاملة غرقت في أعماق البحار، ومحدش لحد النهاردة قدر يلاقي لها أثر. إيه اللي حصل؟ إزاي مدينة بالروعة دي تضيع بالشكل ده؟ وهل ممكن تكون مدينة موجودة فعلا تحت المية مستنية إنها تكتشف؟ في الفيديو ده هنغوص مع بعض في أسرار مدينة أطلانتس، هنكتشف تاريخها، مكانها، النظريات اللي بتدور حواليها، وكمان هنشوف رأي العلماء في القصة. فخليك معايا لأن الرحلة دي هتكون مثيرة جدا. أول مرة نسمع عن مدينة أطلانتس كانت من أكتر من 2300 سنة على لسان الفيلسوف اليوناني أفلاطون. أفلاطون كتب عن أطلانتس في كتابين مشهورين وهما تياميوس وكريتيس. في الكتب دي أفلاطون قال إن المدينة دي كانت موجودة قبل 9000 سنة من زمانه، يعني احنا بنتكلم عن 11000 سنة من دلوقتي تقريبا. حسب كلامه أطلانتس كانت إمبراطورية ضخمة جدا، موقعها كان في المحيط الأطلسي خارج أعمدة هركل، ودي اللي بتمثل مضيق جبل طارق حاليا. مدينة كانت غنية بشكل مش طبيعي. تخيلوا مدينة مليانة كنوز من الذهب والفضة، الطرق فيها محاطة بقنوات مائية عبقرية للتنقل والري. كان عندهم معابد ضخمة، وأشهرها معبد مخصص لإله البحر بوسيدون اللي كان مزين بالذهب والأحجار الكريمة. أفلاطون وصف المدينة كأنها حلم، وقال إن سكانها كانوا عايشين في انسجام كامل مع الطبيعة، وده اللي خلاهم يبقوا متقدمين عن باقي العالم. لكن القصة ما فضلتش مثالية طول الوقت. مع الزمن سكان أطلانتس بدأوا يتغيروا، الطمع والغرور سيطر عليهم، وبدل ما يعيشوا في سلام قرروا يسيطروا على باقي الحضارات. أفلاطون قال إن أطلانتس حاولت تغزو العالم، وده أغضب الإله حسب الميثولوجية اليونانية. النتيجة طبعا كانت كارثة ضخمة. في ليلة واحدة بس حصلت زلازل وبراكين عنيفة جدا، المدينة كلها غرقت في أعماق البحر واختفت للأبد. أفلاطون ختم القصة بأن المدينة دي كانت درس للبشرية، وإن الغرور والطمع ممكن يدمر أي حضارة مهما كانت قوية. نيجي بقى للسؤال اللي الناس بتدور عليه من الآلاف السنين: أطلانتس كانت فين؟ هل في المحيط الأطلسي؟ دي أول نظرية وأشهرهم. ناس كتير بتقول إن أطلانتس كانت موجودة في المحيط الأطلسي، واسم المحيط نفسه مرتبط بيها، لكن المشكلة إن لحد دلوقتي مفيش أي دليل مادي يثبت ده. جزيرة سانتوريني، في باحثين بيعتقدوا إن أطلانتس كانت قريبة من اليونان. جزيرة سانتوريني كانت فيها حضارة مينوان، والبركان اللي انفجر هناك دمر الجزيرة بالكامل، وده شبيه جدا بالقصة اللي أفلاطون حكاها. القارة القطبية الجنوبية، نظرية مثيرة بتقول إن القطب الجنوبي زمان كان مكان صالح للعيش قبل ما يتغطى بالجليد. في ناس شايفة إن أطلانتس ممكن تكون مدفونة تحت الجليد. هل في أماكن تانية؟ في نظريات بتقول إنها في البحر الكاريبي، أو حتى تحت المية عند سواحل أفريقيا والهند. قصة أطلانتس مليانة شائعات وأساطير، تعالوا نتعرف على أشهرها. التكنولوجيا المتقدمة، في أساطير بتقول إن سكان أطلانتس كانوا بيستخدموا نوع من الكريستالات الغريبة كمصدر طاقة. كان عندهم آلات عملاقة ومراكب طايرة وحاجات بتسبق عصرهم بآلاف السنين. قدرتهم على التحكم في الطبيعة، بيقولوا إن سكان أطلانتس كانوا عندهم قدرة يسيطروا على الزلزالات والبراكين. الحياة تحت الماء، في ناس بتقول إن أطلانتس لحد النهاردة ممكن تكون موجودة تحت المية كمدينة كاملة شغالة بتكنولوجيتها المتقدمة. طيب رأي العلم إيه؟ معظم العلماء شايفين إن أطلانتس مجرد أسطورة كتبها أفلاطون عشان يوضح درس أخلاقي عن الطمع، لكن في علماء تانيين مش مستبعدين وجودها، خصوصا لما نلاقي مدن غرقانة زي مدينة هيراكليون في مصر ومدينة دواركا في الهند. مع التكنولوجيا الحديثة العلماء بيستخدموا أجهزة متطورة زي السونار والأقمار الصناعية عشان يكتشفوا أعماق المحيطات. يمكن في يوم نلاقي أطلانتس، أو يمكن تفضل مجرد حلم جميل. إيه رأيكم؟ هل تعتقدوا إن أطلانتس كانت حقيقة؟ ولو اكتشفناها إيه الحاجات اللي ممكن نتعلمها منها؟ شاركوني أفكاركم في الكومنتات،
وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. أشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.